السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير. خير اللهم اجعله خير. الفيديو ده لتحذير كل السيدات وكل البنات، ويا ريت بقى استأذنكم في لايك للفيديو ده وشير علشان كله يعرف وسائل الهاكر الجديدة اللي بتتعمل على الفيسبوك عامة، يعني او حتى على الواتساب دلوقتي موجودة، وحصلت لي انا شخصيا، بس الحمد لله ربنا نجدني منها. دلوقتي بيحصل ايه؟ بيحصل ان بيبقى فيه لينك بيتبعت لك على الماسنجر او على الواتساب عامه، واللينك ده بيبقى من واحده صاحبتك فريند عندك جوه الفيسبوك، بيكون تم اختراق الحساب بتاعها، وتدخل لك وبتكلمك، ويا حبيبتي دي معلش دي مسابقه وبنت اخويا او بنت اختي، حد يعني قريب منها انت ما تعرفوهوش، المهم وداخل مسابقه ويا ريت تدخلي اللينك ده وتعملي لايك على الصوره. تمام؟ فانت بتدخلي بقى خلاص، يعني انت عايزه تجاملي واحده صاحبتك، فبتدخلي على اللينك. اول ما بتدوسي على اللينك ده بيطلع لك الايميل والباسورد. تمام؟ اول ما يطلع لك الباسورد من هنا خلاص يبقى كده تشكي 100% ان في حاجه غلط. تمام؟ انا طلع لي فعلا الايميل والباسورد، فشكيت. رجعت لي تاني: ايه يا حبيبتي، هو انت ايه ما عملتيش لايك ليه على الصوره؟ انا كنت لسه الشك مثلا ايه 60%. فرديت عليها قلت لها اصل انا نسيت الباسورد بتاع الفيسبوك. فقالت لي مش مشكله، دخلي الايميل بتاع الجيميل والباسورد. طبعا انا لو كنت دخلت الايميل بتاع الجيميل والباسورد كان التليفون كله اتاخد مني، مش بقى هيبقى على قد الفيسبوك. تمام؟ بعد كده بالظبط سبتها، مرضتش، قلقت. لقيت صاحبة الاكونت ده عملت اكونت تاني اللي هي تم اختراقه، ونبهت الناس ان دي اسلوب جديد في الاختراق، عن طريق تدخلك عن طريق فريند ليكي وتقولك والنبي لايك علشان الصورة دي عشان تفوز بالمسابقات. دي اول حاجة. طب الطريقة التانية برضو اللي بدأت تنتشر الايام دي ايه؟ يدخلك حد على الفيسبوك، ده مش صديق، ما بيبقاش بقى صديق من عندك، بقى هتلاقوه في المسج ريكوست. تمام؟ يقولك ايه؟ يقولك الحقي انت صورتك موجوده في اللينك ده، واللينك ده بتاع جروب اكس، يعني جروب مش كويس يعني. تمام؟ انت طبعا هتترعبي وهتبقي عايزه تعرفي ازاي صورك وصل للجروبات بالمنظر ده، فهتجري تدوسي على اللينك. دخلتي على اللينك هتلاقي فعلا صورتك البروفايل، لانه اوتوماتيك بيدخلك، مجرد اللي انت دخلتي دوستي على اللينك بيدخلك هو بقى الجروب نفسه ده. تمام؟ ومجرد اللي انت دخلتي الجروب طبعا كل صورك وكل حاجتك اتنقلت على الجروب، وخلاص ما بقتش الفيسبوك كله ما بقاش تبعك، الاكونت بتاعك بقى خلاص تبع، اتاخد مع الهاكر اللي هكر لك الجهاز. تمام؟ الوسيلتين دول انتشروا جدا في الفترة اللي فاتت، وعن تجربة حصلت معايا، بس ربنا الحمد لله نجدني من الاولانية. فاي لينك اتبعت لك ما تدخليش عليه وريحي دماغك. لينكات اليوتيوب بتبقى معروفة اللينك بيبقى شكله ازاي. اي حاجة تانية ما تدوسوش عليها، لو مين بعتها لك على الماسنجر ما تدوسوش عليها، وربنا يحمي كل البنات وكل السيدات. شكرا لكم، السلام عليكم.